السلام عليكم، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسلامة يا رب العالمين. كل جمهور نادي الزمالك الجمهور العظيم الجمهور الكبير، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. يا ريت كل زملكاوي يعمل اشتراك في القناة ويفعل زر الجرس حتى يصلوا كل جديد. بالله عليكم يا جماعة، عايزين نوصل 1000 مشترك قبل شهر رمضان الكريم علينا. تشكيل الزمالك المتوقع أمام بوتروجيت، وتشكيل يشهد الجعفري. اللاعب الجعفري طبعا كله مترقب ان اللاعب ده يكون في المباراة دي ويأدي، بسبب ان خلاص المباراة دي بعديها مباراة نادي الاهلي. يترقب عشاقي الساحرة المستديرة الساعة 4 مساء عصر اليوم الأحد لمتابعة اللقاء الذي يجمع الزمالك مع بتروجيت باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز. خلاص كله بيترقب المباراة دي، مباراة نادي الأهلي اللي هي برضه تلعب في نفس اليوم النهاردة إن شاء الله الساعة 7. كله خلاص كده مجهز نفسه عشان يشوف المباراة دي ويشوف مستوى نادي الزمالك قبل مباراة نادي الأهلي. مباراة نادي الأهلي المصيرية، واحد يقول لي ازاي المصيرية؟ المباراة دي إذا كسبتها أنت ممكن بشكل كبير جدا يا تاخد تاني أول، يعني كده كده هتروح إن شاء الله أفريقيا. سيبك من الدوري لسه بدري عليه وخلاص، لسه نخش على الجولة التانية كمان. بس أنت بتتكلم إذا كسبت ماتش النادي الأهلي وكسبت المباريات الباقية إن شاء الله هتاخد مركز تاني، خصوصا إن بيراميدز تحسه مكلبش كده في المركز الأول، مش عايز يسيب، مش عايز يتهاون مع حد. ويا رب الزمالك النهارده يأدي ماتش كويس عشان يكون عنده طولة بال مع النادي الأهلي في الماتش اللي جاي، خصوصا إن الزمالك عمالة تطلع من مدربين وعمالة تخش في أزمات لعيبة، وأحمد السيزيزو عايز يمشي ومش عارف إيه. يلا بينا كده نشوف تشكيلة نادي الزمالك. ويبدأ الزمالك بالتشكيلة المتوقعة أمام بتروجيت. حراسة المرمى محمد صبحي، خط الدفاع محمود بن تايك ومحمد حمدي الونش، حسام عبد المجيد وعمر جابر. خط الوسط ده هيكون نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد ومحمد السيد. بعد كده هنخش على خط الهجوم أحمد الجعفري. أحمد الجعفري هيكون لعيب أساسي النهاردة بديلا لمصطفى شلبي. الجنب ده جمهور نادي الزمالك مستني منه انه يكون كويس جدا، انه يكون في حال احسن، لان كل ما نجيب حد في المكان ده بيطلع تحسه كده فيه عيب. ما تعرفش شلبي، بس على الاقل شلبي كويس جدا في المكان ده بالنسبة للناس اللي موجودة. بعد كده في الجنب اللي هناك طبعا الملك، وده صاحب المكان ده وكاتبه على اسمه كده، احمد السيد زيزو. في الهجوم طبعا هيحط سيف الدين الجزيري. وتقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظير الذهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المركز الأول من إلى 1 إلى 9 على اللقب بنفسه الفرق. يعني كده الجولة الأولى دي هتكون متميزة بإن اللي هيفضل في العشرة الأوائل هم اللي هيكملوا في الدوري، وبعد كده كله هينزل يكمل على الهبوط. طبعا احنا مش بنتكلم على كده بس، كله عارف من جمهور نادي الزمالك ان الزمالك لازم تاخد مركز اول او تاني في الجولة الاولى دي. ليه؟ لان الجولة الاولى دي بيبدأ ياخدوا منها الاول والتاني دوري ابطال افريقيا، والتالت والرابع بياخدوهم كونفدرالية. والصراحة جمهور نادي الزمالك زهق من حاجة اسمها كونفدرالية دي، لا ده احنا عايزين كمان. احنا الزمالك احنا حاجة كويسة جدا، احنا فريق من احسن الفرق العربية، فحرام ان احنا نكمل في الكونفدرالية. احنا عايزين نروح دوري ابطال افريقيا، وكمان نروح كأس العالم اللي غايب بقاله سنين وسنين وما عمرناش شفناه حتى، والمرة الوحيدة اللي رحناها لغوا فيها، ما تعرفش ايه الحظ ده. واخد كل من فريقين حوالي 25 مباراة بدلا من ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقع على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أندية العالم مطالعا الصيف المقبل. هم طبعا ضغطوا المباريات ولغوا حاجات كتير قوي عشان خاطر كلنا فاهمين، عشان الدوري بتاعنا يناسب كل الدوريات بقى، ونبدأ نشتغل من السنين الجاية على حاجة كويسة زي ما كنا الأول. طبعا كورونا هي اللي بهدلت الدنيا كده. ويا رب نادي الزمالك يعرف ينهي المباراتين، خصوصا ان الاهلي والزمالك مباراة صعبة، طبعا كل جمهور نادي الزمالك عارف كده. بس هنا الزمالك ان شاء الله ممكن تكسب لهدف واحد بس. واحد يقول لي ايه هو الهدف ده؟ لان نادي الزمالك دايما كده لما الناس كلها بتتوقع ان الزمالك هو اللي هيخسر، الزمالك دايما بيفاجئنا وهو ان شاء الله اللي بيكسب. وبيحصل العكس، لو قلنا ان الزمالك هي اللي هتكسب بيحصل برضو العكس وبيتفاجئنا الاهلي وهي اللي بتكسب. دايما كده معروفة في الكورة، توقعات مش كل حاجة، وان شاء الله ربنا يخلف توقعات الناس. طبعا كله خايف لك اشرف بن شرقي
ومش عارف اللعيبة الجديدة والصفقات الجديدة والنادي الأهلي في أحسن حال ومش عارف إيه. إن شاء الله يخيب أملهم والزمالك حتى تكسب المباراة دي حتى لو 1-0. كل الدعم لفريق نادي الزمالك، كل الدعم لجمهور نادي الزمالك العظيم. النهاردة إن شاء الله هنشاهد مباراة الزمالك وبتروجيت الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر. أتمنى مباراة تكون كويسة تعجب جمهور نادي الزمالك الجمهور العظيم. ولحد هنا أكون وصلت لنهاية الفيديو، وما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. أنا عايز بس أوصل 1000 مشترك قبل رمضان إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.